ما حد راح يساعدك، ولا واحد بحالك، ولا واحد مهتم بيك، ولا واحد يدري بيك انت عايش لو مو عايش. فلا تعيشني دور الضحيه، وانا ها مكسور خاطري، وانا اليوم حزين. صباح الخير، نحن أحياء وللحلم بقية. أنا أعرف أنت تشاهد وأنت مو نفس الرياكشن اللي كنت تشاهدني به قبل. أنت مو يعني كنت تشاهد والرياكشن مال وجهك هيك سارح أو هيك أيدك على خدك ومنهك، مو هاي الابتسامة اللي واضحة. لأن تعبان. أنا ما قايل لك لا تتعب، ولا أريد أتعاملك كأنه أنت ماكينة. مستحيل. حتى الماكينة هم تحتاج وقود حتى تكمل، تحتاج راحة حتى تكمل. بس داني دا أذكرك إنه المسألة وصلت لنهاياتها. نتحمل، خليه قوي، خليش قويا، الأمور ماشية. أقوم أسوي لي قلاص شاي، ولو أطب أسبح أجدد نشاطي، وإذا وقت صلاة أقوم أصلي. ما حد راح يساعدك، ولا واحد بحالك، ولا واحد مهتم بيك، ولا واحد يدري بيك انت عايش لو مو عايش. فلا تعيشني دور الضحيه، وانا ها مكسور خاطري، وانا اليوم حزين. لذلك انت حياتك عايشه كيفك تريد تعيش هذا الخيار، تريد تعيش هذا الخيار. هذه الحلقة بعنوان مواساة. هي مواساة لي ولكم أيضا، ولكل عابر مر من هنا. الحياة تعلمنا الكثير، رغم أننا في أوج حماسنا وقوتنا ومقبلين عليها بكل إقدام، إلا أن الدروس والمواقف والعبر تتوالى علينا في كل مرة نتقدم بها، سواء أحرزنا تقدما أم أخفقنا لنعاود الكرة من جديد. لا تيأس، هي نصيحة أسديت إلي بعد عدد من المحاولات، حين أخطأت وتعلمت من هذا الخطأ، وأدركت أن هذا أسلوب حياة. أعتقد أن كل هذا الركض مرهق ومهلك، لكننا ممتنين للمشقة التي تشعرنا بلذة النجاح، وقشعريرة التعب التي تنتابنا بعد تحقيق الإنجازات، وأن السعي في كل حالاته لا يضيع هباء وما خاب من سعى. عشوائية نوعا ما ومليئة بالتفاصيل المرهقة، لكن التغيير يحدث من هنا، من هذه العشوائية، فتعيد ترتيب كل ما يجري في أحداث يومك، وتتبصر إلى أي مآل أنت سائر إليه، من عادات سيئة إلى عادات ناجحة، من أفكار وهمية زائفة إلى فكرة منجزة ومحققة، من عشوائية في الزمان والمكان إلى تنظيم يجعلك تتمتع بمزيد من التقدم دون قلق وخوف. الفكرة كلها تكمن في السعي والإلحاح فيه، مهما تعثرت، مهما ساءت الأمور، لا تيأس. الحياة كلمة صغيرة، لكنها تحتمل جميع المعاني. فالحياة هي الناس والأيام والأحداث، وهي الحزن والفرح، وهي الفصول الأربعة بكل ما فيها من تقلبات، وهي الأسرة والوداع واللقاء، وغير ذلك الكثير. فالحياة خليط من كل شيء،
قد تختلف تبعاتها بين شخص وآخر. لكن رغم هذا الاختلاف تبقى الحياة هي الحياة بمعناها الواسع الذي لا يمكن لأي شخص أن يحيط به علما من جميع النواحي. وقد قيلت في الحياة أعظم المعاني وأعمقها، لكن لم يستطع أي أحد وصفها بمعناها الحقيقي. الحياة بحر واسع متلاطم الأمواج في حين، وهادئ في حين آخر، وهي مليئة بالأحداث الكثيرة والمتناقضة، فأحيانا تظهر بوجهها الجميل البهي، وأحيانا تظهر بوجهها الكئيب، لكن رغم كل شيء تبقى الحياة جميلة بكل ما فيها. ولا يشعر الإنسان بحلاوة الحياة إلا إذا جرب مرارتها، وهي مليئة بالتجارب التي تمر على الإنسان وتعلمه الكثير، لتصنع منه إنسانا خبيرا وعارفا بخفاياها. ولا تصفو الحياة إلا إذا أحبها الإنسان وعاشها بالطريقة الصحيحة المثلى التي خلقه الله تعالى لأجلها. لذلك على الإنسان أن يفهم معنى الحياة أولا، ثم أن يعيشها بحذافيرها دون أن يكترث بأحزانها وتقلباتها، لأنها جزء ثابت منها، بل عليه